مع احترامي الكامل ليك، عايزك تركز معايا كويس قوي في الفيديو ده. مش عايز دماغك تتشتت في اي حاجة تانية غير الكلام اللي انا بقوله لك. اي افكار تيجي في دماغك وانا شغال بكلمك ما تفكرش فيها وتجاهلها تماما. مهما كانت الافكار اللي هتيجي في دماغك دي مختلفة ومتداخلة في دماغك ما تديهاش اي اهتمام. ركز معايا في الفيديو، كبر الشاشة بتاعتك، حط سماعاتك في ودنك، ما تخليش اي حاجة تشتتك عن اللي هقوله لك دلوقتي. ولو انت مش عارف انا بتكلم عن ايه، فده اول فيديو في سلسلة خطة نجاح 2025 عن طريق صناعة المحتوى. ولو أول مرة تشوفني فاعمل لي لايك وسبسكرايب عشان تتابع السلسلة دي من أولها، عشان إن شاء الله تقدر تعمل ربح أونلاين في خلال 2025. وخلينا نخش في الموضوع على طول. أنا النهاردة جاي أكلمك عن إيه؟ بص يا سيدي، أنا محضر مجموعة نقط وجاي اكلمك عنها، لان انا محضر لك الموضوع هيمشي ازاي. النهارده كاول فيديو احنا جايين نتكلم فيه، فانا جاي اكلمك عن ايه الحاجات اللي لازم تكون فيك عشان تنجح في البيزنس ده. ايه الحاجات اللي لازم تكون فيك، ايه اللي احنا النهارده هنحدده محتاجين يكون فيا وفي دماغي وفي افكاري عشان اقدر انجح ان شاء الله في البيزنس ده واحقق دخل اونلاين من صناعه المحتوى يكون دخل محترم جدا. اول حاجه لازم تنويها كده ان شاء الله انك تجتهد وهتتعلم كل حاجه ان شاء الله هقولها لك في السلسله دي او في الكورس دوت، ولازم تبقى عندك النيه ان شاء الله انت هتطبق كل حاجه هتعرفها معايا. دي اول نقطه، ان هي نيتك ان شاء الله انك تجددها معايا دلوقتي، ان انت خلاص نويت انك هتبتدي وان شاء الله مكملين للنهايه. تاني حاجه لازم تبقى عارفها، انك تبقى مستعد انك تخصص جزء من وقتك للشغل اللي احنا هنعمله مع بعض. لازم تبقى عارف كده انك تبقى عندك التزام وهتخصص جزء من وقتك للشغل اللي احنا بنعرفه. لازم تغير تفكيرك ان هي مش سبوبه، يعني هي مش لقطه هتعملها، لا، انا عايزك تبقى فاهم ان احنا بنعمل بيزنس عشان في الاخر يدخل لك دخل محترم كل شهر. هو ده الفكر اللي لازم يبقى انت شايفه. هي مش سبوبه، هي مش برنامج بتخش تقول هيديني دولار على المشاهده والكلام الفاضي اللي بيتقال ده. لا، انت داخل تعمل بيزنس يدخل لك دخل محترم كل شهر. تالت نقطه لازم تبقى فاهمها كويس وتبقى مستعد لها، ان انت هتتعلم حاجات جديده، ولازم تبقى عارف ان الحاجات اللي هتتعلمها دي هي طريقك ان شاء الله للنجاح في خطة 2025. فقصة انك لا انا مش هتعلم او انا ما عنديش استعداد او انا ما عنديش الوقت، دي نقطة لازم تبقى انت حاططها في دماغك. انت هتتعلم حاجات جديدة عشان تقدر تحقق وتمشي في الخطة بتاعت نجاح 2025. النقطة الرابعة، وانا من وجهة نظري هي من اهم النقط اللي للاسف بتخلي الناس ما تكملش في البيزنس ده، وهي انك لازم تمنع نفسك وبشكل قاطع عن وجود الاعذار. مفيش مجال للاعذار. خلي في دماغك ان الاعذار دي هي نفسك اللي جواك، اللي انت اصلا لحد النهارده ما عملتش اي حاجه بسبب كلام والاعذار اللي هي بتوجده لك، وان هي بتخليك ما تاخدش اي خطوه لقدام. انك ما عندكش وقت، انك مشغول في شغلك، انك ما عندكش الامكانيات، انك مش هتعرف. كل دي اعذار نفسك اللي هي، انا اسف في الكلمه، فاشله. مع عاداك لحد النهارده ما عملتش اي حاجه، هي بتجيب لك العذر اللي يبررك، اللي يخليك قاعد في مكانك ما تاخدش اي خطوه. فحط معايا مبدأ دلوقتي كده، لا للأعذار. مفيش أعذار لأي حاجة احنا عايزين نعملها إن تمنع عملها. النقطة الخامسة وهي ما تستعجلش يا معلم، ما تستعجلش النتائج خالص. انت هتبدأ وهنشتغل وبناء على الخطة. مش عايزك الحماسة تاخدك ويلا بينا وهنبدأ نشتغل، يوم التاني هوبا ده ايه ده، مفيش نتيجة، انا لسه ما شفتش، وقعت مني. احنا هنحط خطة هنمشي عليها واحدة واحدة مع بعضينا ان شاء الله. هنفضل مكملين في الخطة ديت، ومش هنبص على النتيجة الا بعد ما نحقق خطتنا بالكامل. بعد ما نحقق الخطة بالكامل هنقعد ونحلل النتائج اللي وصلنا لها. فما تبقاش مستعجل في نتائجك، ولازم تمشي معايا خطوة بخطوة لاخر الخطة. طيب ايه اللي مطلوب منك دلوقتي ومحتاجك تعمله دلوقتي على طول؟ يعني اول ما تخلص مشاهدة الفيديو كده تعمله على طول. انت تراجع الخمس نقط اللي احنا قلناهم دلوقتي مع بعض كده، وتحطهم قدامك وتشوف ايه اللي موجود فيك من النقط دي وايه اللي مش موجود. طبيعي ان انت في نقط من دي واقعه منك ومش موجوده، وفعلا انت بتعملها. يعني ممكن فعلا بتكون بتوجد نفسك اعذار، فعلا ما عندكش، مش مخصص وقت للشغل بتاعك. ايا كانت النقطه اللي واقعه منك، حط الخمس نقط قدامك واعمل ضم عليهم. لو مش موجوده فيك نقطه، اعزم النيه وقول خلاص انا نويت هخصص الوقت الفلاني. خصص لك وقت ثابت عشان الشغل اللي احنا هنعمله مع بعض الجاي. ان شاء الله نبدا الفيديو الجاي بوضع الخطه والاهداف من كل نقطه ان شاء الله هنبدا فيها. عايزك اول حاجه دلوقتي تجمع الخمس نقط وتبعت لي في الكومنتات انك ضم حققت الخمس نقط دول وكتبتهم ووضحتهم وبقوا واضحين قدامك. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو لو عجبك، وتشير الفيديو عشان يفيد غيرك. سلام.